يا صباح الفوقان على كيفة القهوة في كل مكان. أنا جالي 10 أنواع قهوة من نبريسو، فقلت أخدكم كده في جولة لل10 أنواع نوع بعد ما استلمتهم من حوالي 10 أيام. فتحت كل الأنواع وجربتها، وهقول لكم كل نوع ينفع مع مشروب إيه، وإيه النوتس المميزة فيه، وإيه المشروبات اللي ابعد عنه في النوع ده، لأنها فعلا مش هتبقى حلوة. ده على تجربتي أنا الشخصية وذوقي أنا الشخصي. يلا بينا نبدأ مع أول حاجة. نبدأ بأول نوع وهو الكوستاريكا الجولز كافيه ريفينسي. بصوا أنا عندي مشكلة مبدئيا مع الأسامي. الأسامي كلها يمكن غريبة عليا، فعشان كده أنا ما اعتمدتش إن أنا أخش على الإنترنت وأشوف. أنا اعتمدت إن أنا أدوق وأقارن هل النوتس اللي موجودة هي نفس اللي أنا حسيتها ولا لأ. خلينا نقول مبدئيا إن النوع ده المعالجة فيه معالجة طبيعية، بس بعد كده حصل extended fermentation فيه، فدي أكيد هتأثر على النوتس وهتخليها أعمق. أنا لما دقته أول حاجة إيه اللي حسيت بطعم الشوكولاتة واضح، بس مش الشوكولاتة لا دارك شوكليت ولا ميلك شوكليت ولا الكلام ده كله. حسيت بطعم الشوكولاتة زي ما يكون عليه، فاكرين البونبوني بتاع الزبدة بتاع زمان؟ هي حاجة كده رايحة ناحية الشوكليت مع الزبدة. القوام بتاعه كان تقيل، كان ممتاز جدا مع الاسبريسو، وكان عالمي مع مشروبات اللبن. جربت التحميصة دي مع الفلتر ما عجبتنيش، بس متهيألي لو عملناه بتحميصة افتح شوية هيطلع النوتس بتاعت الشوكليت دي مع الفلتر. فده كان النوع الأول. النوع التاني كان برضو من كوستاريكا، اسمه H17 هايبرد. النوع ده بقى كان مختلف شوية لسبب. أول حاجة كان التحميصة بتاعته أفتح، فأنا أول حاجة لما بدأت أجربه جربته بالفلتر، كان حلو جدا 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 بالفلتر. اداني بقى نود غريبة جدا أول مرة أحسها بالفلتر. حسيت إن أنا بشرب شوكليت مدية سنة على كراميل واضحة زي الإسبريسو. لما جيت جربته اسبريسو عجبني جدا زي الكوستاريكا اللي قبله، بس مش قوي زي اللي قبله. يعني الكوستاريكا الاولاني ده عجبني في الاسبريسو فعلا اكتر، ده اقل منه شويه في الاسبريسو بس جاي فلتر، ما عجبنيش بصراحه مع مشروبات اللبن قوي. يعني كان الى حد كبير مش قوي قوي انه يسد مع مشروبات اللبن زي النوع الاولاني. نخش بقى على النوع اللي بعده، وده نوع كولومبي اسمه كالاداس كاستيلو. ده بالتعاون مع محمصة شايفرا في الإمارات. مبدئيا كده الكلام اللي مكتوب بيفتح نفسك، توت بري وتوت بحري وشاي وقهوة وكلام كتير جدا. خلينا بقى نقول أنا لما جيت أدوق لقيت إيه. أول حاجة النوع ده مع الفلتر حلو لطيف هادي، يطلع معاك شوية نوتس كده من الاخر، يعني عشان ما نبقاش بنكدب على بعض، اكنك بتشرب كوبايه شاي تقيله حلوه وفيها كده شويه مزازه لطيفه. حلو. طب مع الاسبريسو حلو. لو انت بتحب الاسبريسو الميز السنه الحامضي سنه اللي قوامه متوسط هيعجبك قوي، وخصوصا انه مش مر خالص. طيب تعالى بقى احط عليه لبن. عارفين قلب معايا بطعم ايه؟ بطعم خميره، جبنة قديمة. انت حتى لو شميت الحبوب من الكيس هتحس ان في ريحة كده الجبنة القديمة. فنصيحة ابعد عن النوع ده في اللبن نهائيا. نخش بقى على النوع اللي بعده، وهو برضو نوع كولومبي برضو بالتعاون مع شايفرا، اسمه برايسو 92 B01 لو انا بنطقها صح. طيب ده من الاخر كده عشان ما نرجيش كتير، لو انت دقت اللامسيتا قبل كده، ده لامسيتا بالظبط بس اعلى شويه، نوتس اوضح. كل اللي مكتوب على العبوه غالبا انت هتلاقيه، ما عدا ان انت مش هتلاقي ريحه الياسمين والخوخ. انا ما شفتهمش لا من قريب ولا من بعيد، بس هو اللامسيتا 100%. ندخل بقى على اللي بعده، هو نفس الكولومبي الباريسيو اللي فات، بس ده جيشة يعني فصيله مختلفه، فصيله اعلى شويه. مبدئيا انا كنت عامل قبل كده فيديو عن بنما جيشة. لما جيت ادوق الكولومبيا جيشة انا ما اختلفش كتير معايا، وخصوصا ان انا في شويه حاجات هنا موجوده كانت موجوده هناك ولقيتها برضو وانا بدوق. كان من ضمنها جنينه الفواكه اللي انت بتحس بيها. طبعا احنا هنا بنتكلم عن فلتر يا جماعه،
ده فلتر. ما تستخدموش اسبريسو، استخدموا فلتر. رقم 1 جنينة الفواكه اللي انت هتحس بيها وانت بتشرب، وخصوصا ان كل ما المشروب هيبرد اكتر كل ما الطعم المسكر هيبان، كل ما طعم الفاكهي اللي فيه هيبان. الريحة العطرية اللي هتحسها سواء في الحبوب وهي بتطحن او سواء وانت بتشرب هتبقى باينة جدا معاك، وخصوصا ان الفلتر بيعلي النقطة دي في التحضير بتاعه. الحاجة الغريبة بقى اللي انا لاحظتها ولما ركزت لقيتها مكتوبة ان النوع ده ممكن تاخده تطحنه تركي وتشربه، وانا لما طحنته تركي وشربته حسيت ان انا بشرب تركي محوج. هعمل لكم لموضوع التركي ده فيديو لوحده عنه. فالنوع ده من اكتر الانواع اللي عجبتني. جربته فلتر عجبني، جربته اسبريسو ما انصحكش بيه، جربته قهوة تركي اختراع. نخش بقى على الجوز دول، ودول الساول سيلفستر الكومباين فيرمنتيشن. ليه عندي منهم 2؟ عندي واحدة تحميصها غامق تمشي مع الاسبريسو، وواحدة تحميصها وسط لفاتح تمشي مع الفلتر. طب ليه انا خليت القهوة دي فلتر؟ دي القهوة البرازيلي الوحيدة اللي انا دقتها اللي طعم الفروتس فيها طاغي على طعم الشوكليت، بل تكاد تكون في التحميصة الغامقة في التحميصة الفاتحة طعم الشوكليت فيها ما كانش باين اساسا، بس باين مقابل ده ايه؟ باين مقابل ده طعم فاكهي حامضي مش قوي، لان البرازيل برضو مش هتديك الطعم الحامضي قوي اللاذع، فانت واخد ميكس ما بين الطعم الفاكهي وما بين التقل بتاع القهوة البرازيلي. جربوا الفتحة فلتر وجربوا الغامقة اسبريسو، تجربة بصراحة تستحق يتعمل لها فيديو لوحدها. يلا بينا بقى ندخل على التقيل، اليالو شيري. اليالو شيري ده يا جماعة نوع أوغندي جودته عالية، حبوبه فعلا جودتها عالية. اللي لفت نظري في اليالو شيري، شايفين كل الكلام الكتير الجميل والدارك شوكليت والفانيلا والمش عارف ايه والكلام الحلو ده كله، انا بقى هقول لكم على حاجة تانية خالص برعاية عكاف كوباية. عارف يوم الجمعة كده لما بتعمل طبق مش وبيبقى معمول بالطحينة والطماطم كده والعيش السخن؟ والله دي الريحة والطعم اللي انا حسيته، وخصوصا كمان لما جربت اعمله بلبن. فانا نصيحتي ليك ده يا باشا تشربه اسبريسو، هيديك طعم لطيف. فلتر مش هيديك اي حاجة، لبن هيديك شوية مش ما يعلم بيهم الا ربنا. بس في المجمل تجربة اسبريسو لازم تجربها. نخش بقى على كبير القعدة دي، البرازيليان الفازندا بيبري. بصوا يا جماعة، ده احلى واحد في 10 كلهم. ليه بقى ده احلى واحد؟ اول حاجة ده جوكر. هتعملوا اسبريسو عالمي، هتعملوا تركي مش هيقولك لا، ده بيطلع شوية تركي تحفة. هتعمله مع مشروبات اللبن، هو اصلا معمول عشان مشروبات اللبن. لو جربت انك تعمله فلتر يعني بصراحة هيبقى نص نص، بس مش هيقولك لا، بس متضيعش الجمال ده في حاجة غير الاسبريسو. انت هنا بتتكلم على كلاسيك كوفي. يعني ايه كلاسيك كوفي؟ انت بتاخد قهوة فيها طعم الشوكليت، فيها طعم الكاكاو العالي، فيها كراميل براون شوجر او طعم كراميل محروق، حاجة كده انت بتحس ان انت فعلا بتشرب قهوة بتاع زمان. فده بالنسبة لي هو والجيشة احلى نوعين، الجيشة في الفلتر والفازندا في الاسبريسو. الى هنا تنتهي هذه التجربة اللطيفة الظريفة. جربوا الانواع دي وقولوا لي رأيكم. لو في اي حد عنده اي نوتس تانية انا ما شفتهاش يقول لي عليها. تصبحوا على خير.